أما الفاعلية هي إصابة الهدف برضو، لكن بعد 50 محاولة. 50 سهم اترمى على الأرض، 50 دقيقة طارت في الهواء، 50,000 جنيه اترموا على الأرض، ولكن أنا وصلت للهدف في النهاية. أنت وصلت له ولكن بدون كفاءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصلنا دلوقتي لمرحلة مهمة جدا في سلسلة إدارة الحياة والأشياء التي لا يمكن لأي شخص فينا إنه ما يكونش عارفها. ونراجع كده مع بعض كل اللي بدأنا فيه في السلسلة دي. اتكلمنا في أول فيديو عن إن في أساسيات لكل شيء، والأساسيات دي لو فيها مشكلة بتكون الحياة ملخبطة شوية. ومن ضمن الأساسيات دي الكام معنى اللي اتكلمنا فيهم، اتكلمنا عن يعني ايه إدارة، واتكلمنا كمان ان محدش بيقدر يشوف الصورة كاملة، واتكلمنا عن الإحسان وان كل إنسان له ميزان معين. وبعد كده اتكلمنا عن الماضي والحاضر والمستقبل اللي هو الآن، الحاضر اللي هو الآن، وإني مش هقدر أبدع في شيء معين إلا لما أكون مركز فيه، ومش هقدر أركز فيه إلا لما أتوحد مع اللحظة، أتوحد أنا والعمل أو أنا والشيء، أنا وهو واحد. اتكلمنا كمان عن اقتصاد المشاعر وأنواع الإدارة، ودلوقتي هنبدأ فيديو جديد. وقبل ما أتكلم مع حضراتكم كان لازم نعرف إننا في رحلتنا دي لو معرفناش نسمي كل شيء باسمه الصح، الدنيا كلها برضو هتكون ملخبطة. ولو راجعنا كده في الكورس اللي فات، كورس الذكاء العاطفي، كنا هناك بنتكلم عن نفس الشيء. لازم تعرف مشاعرك وتعرف تسميها علشان تقدر تتحرك وتاخد خطوة بعد كده تكون صحيحة. يبقى لو طلعنا من الفيديو اللي بنتكلم فيه النهاردة بس بإني أعرف أهمية إني أسمي الأشياء بأساميها، هتفرق معاك كتير جدا. تخيل معايا كده إنك عندك قلق وتوتر عادي، وانت مش عارف تسمي ده ايه، او انت مش عارف له مسمى فسميته اكتئاب مثلا، ووهمت نفسك بده. هتكون فين ساعتها؟ هتكون في نفق مظلم وانت بس مغير الاسم. لو كنا مثلا شغالين في مكان وقلت انت هاتوا الحاجة الفلانية يا جماعة، وكل الناس عارفة الاسم غلط، كلهم هيجيبوا لك الحاجة الغلط، وساعتها هتستهلك وقت ومجهود وتكلفة على الفاضي. علشان كده واحنا هنا كان لازم نعرف أهمية إن إحنا نسمي الحاجة بأساميها، وعلشان نعرف نسميها بأساميها كان لازم نعرف إيه الفرق ما بين بعض المعاني. إيه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ معاني يعني في الحياة موجودة وموجودة جوانا وفي وجداننا، بس يعني في ناس بتبقى فاهمة الكلمة غلط أو فهمها بشكل تاني، فبنوصل لنتيجة غلط، وده بيستهلك مننا وقت ومجهود وتكلفة. وهنتعرف دلوقتي عن الفرق ما بين معنيين مهمين جدا، لدرجة ان بعض او جزء كبير مننا شايفهم ان هم زي بعض اصلا، مع العلم ان في فرق شاسع ما بين الاتنين، فرق السما من الارض. لكن دي فايدة وأهمية إنك تعرف مسميات الأشياء بالاسم والمعنى الصحيح. وطبعا كل الكلام ده إحنا درسناه، ودرسته أنا شخصيا في كورس للدكتور إيهاب فكري على منصة المنتور.net. الراجل ده يا جماعة أنا شايفه إنه راجل عبقري بمعنى الكلمة يعني. فطلعنا بالكام معنى دول، وأول فرق معانا النهاردة وهو الكفاءة والفاعلية. يعني إيه كفاءة ويعني إيه فاعلية؟ واحد هيقول ما هما الاتنين زي بعض عادي، يعني هما كفاءة والفاعلية. هقول لك لأ، في فرق كبير جدا ما بين الاتنين. هنتكلم مثلا دلوقتي عن الكفاءة. الكفاءة هي وصولك للهدف بأقل مجهود وأقل وقت وأقل تكلفة، دي اسمها كفاءة. حد كده كفاءة يجيب لك الحاجة من الآخر، يجيبها لك في السريع وبكفاءة عالية. أما الفاعلية هي إصابة الهدف برضو، لكن بعد 50 محاولة. 50 سهم اترمى على الأرض، 50 دقيقة طارت في الهواء، 50,000 جنيه اترموا على الأرض، ولكن أنا وصلت للهدف في النهاية. أنت وصلت له ولكن بدون كفاءة. بنشوف مثلا لو حد عايز يشرح لك حاجة بتلاقيه بيوصلها لك بسرعة وتفهمها، دي اسمها كفاءة، عنده بلاغة كده في الكلام. أما في شخص تاني بيفضل يحكي حكايات وحاجات وقصص علشان يوصل لك نفس المعنى. طبعا أكيد إن في بعض المواضيع محتاجة أمثال ومحتاجة ينضرب بيها المثل، لأن ده اتذكر في القرآن، ربنا ضرب مثل بحاجات كتير. وبص كده في حياتك إيه اللي أنت بتعمله بتتعب فيه كتير وفي الآخر بتصيب الهدف بس بعد معاناة، وفي نفس الوقت في شخص تاني بأقل وقت ومجهود وتكلفة قدر يحقق نفس الهدف. الكفاءة دي هتيجي منين؟ الكفاءة دي هتيجي من المجهود والتجربة والمعاملة والشغل والسعي. وما تقلقش، هتلينك
في يوم من الأيام لعالم لا يمكن إنك كنت تتوقع إن هو يبقى ما بين إيديك. يعني هتفرق وهتفتح معاك في يوم من الأيام، فما تقلقش يا صديقي. برضو علشان الكلام ما يتفهمش غلط، مش معنى الكلام إن كل واحد فينا ما يبذلش مجهود ويركن بقى، لا، هي الفكرة انك برضو لما تصيب الهدف بعد محاولات كتير وكنت مركز ومتوحد مع اللحظة وعايش كل خطوة، وبالتالي المرة اللي بعدها هتصيب الهدف بأقل وقت وجهد وتكلفة لحد ما يكون الهدف ده بتوصل له بكفاءة عالية. بنلاقي مثلا في بعض الأشغال شخص بيعمل نفس الحاجة كل يوم وبيغلط نفس الغلطات كل يوم. ليه؟ لأنه ما كانش متوحد مع اللحظة، كان في الشغل بإيده وبجسمه ولكن عقله في حتة تانية، فتلاقيه مش مركز. ولكن لو قدرنا ان احنا نتوحد مع اللحظة هتفرق معانا كتير جدا، وهنتنقل من مرحلة الفاعلية لمرحلة الكفاءة. أنا هصيب الهدف بأقل وقت وبأقل تكلفة وبأقل مجهود. لكن لو صبنا الهدف بعد 50 محاولة أنا خسرت وقت وتكلفة ومجهود. علشان كده كان لازم نعرف الفرق ما بين المعنيين دول، الكفاءة والفاعلية. ايه الفرق ما بينهم؟ وهتفرق كتير جدا لو ركزت معاهم ومع غيرهم من المعاني اللي هنقولها ان شاء الله في السلسلة دي. كنت سعيد جدا بالتواجد مع حضراتكم. لايك وشير وتعليق تقول لنا رأيك فيه، وما تنساش ان مشاركتك معانا بتجربة ليك في الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة هي بمثابة نور لناس بتتفرج علينا كتير الطريق مظلم قدامها. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.